أحمد مجدي. أيها الإخوة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من شعبيات عربية، والتي أسعد أن أكون مع الكاتب المسرحي السكندري ماجد عبده، وأسعد أن يكون معي أيضا. أهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ احمد، اهلا وسهلا. أستاذ ماجد، يعني الفن السكندري بصفة عامة يعني علامة بارزة في تاريخ الفن المصري والعربي، لكن المسرح السكندري تميز واختلف عن المسرح في محافظات مصر ربما اختلافا كبيرا. شوف يا استاذ احمد، هو الطبيعه الجغرافيه الاسكندريه ربنا سبحانه وتعالى حباها بطبيعه جغرافيه متميزه. الطبيعه الجغرافيه اللي هي فيها البحر، ربنا سبحانه وتعالى عطانا ميزه اللي هي البحر الابيض المتوسط ان احنا بنطل عليه. خلق ثقافات متعدده في اسكندريه. اسكندريه مرت باليونانيين والايطاليين والمغاربه وحتى الانجليز واليهود. دي تعدديه في الثقافات. البحر كمان طرق التجاره بتاعت البحر خلقت ثقافات متعدده، لانها بيورد على اسكندريه ناس كتير من ثقافات مختلفه. التعدديه دي عملت مزيج من ثقافه مختلفه، اللي هو المزيج السكندري ده، اللي هو خلق جو تعددي من الثقافات. جعل اسكندريه مجتمع منفتح. نعم. ودايما الفنون بترقى في المجتمعات المنفتحه، غير بخلاف المجتمعات المنغلقه. نعم. يعني وأنت كاتب مسرحي، هل تستطيع من خلال كتابات مسرحية معينة أن تميز الكاتب المسرحي السكندري أو المولود بالإسكندرية عن غيره من كتاب المسرح الآخرين؟ ده صحيح. انا هقول لحضرتك، هو المسرح لغته هي الحوار. نعم. فدايما الحوار السكندري بيبان في عباراته، وبيبان في مصطلحاته، وبيبان في طبيعة الشخصية كمان. الشخصية السكندرية بيبقى ليها طبيعة خاصة كده. او عايز اقول لحضرتك ان مش الشخصية السكندرية بس، السواحلية عامة بيبقى لهم طبيعة خاصة كده في طرق، لانهم بيتعاملوا مع ثقافات متعددة، وبيتعاملوا مع ناس متعددة من بلاد مختلفة. فبيبقوا في الجزء اللي فيه الفهلوة بيبقى زيادة شوية. فدايما بتلاقي في الكتابات لما ترسم الشخصية بهذا الشكل، شكل الفهلوي، الشكل اللي فيه الناس بتتكلم كتير على فكرة في البلاد دي، غير البلاد اللي هي البلاد المجتمعات المنغلقة، بتلاقي الإيقاع والتون أهدى. فلما تيجي ترسم شخصية حد فلاح مثلا جاي من قرية ولا حاجة، بيبقى بتصوره في شكل إنه أهدى شوية، إنه متعقل أكتر شوية، وهكذا. نعم. كلمني عن نشأة المسرح السكندري وأهم المؤلفين البارزين قبل أن نتطرق إلى في بداية القرن، في منتصف القرن 19، كان في نهضة مسرحية. النهضة المسرحية دي كانت على ايد مارون نقاش، وعلى ايد آه، يوسف خياط. نهضة المسرح دي ظهر في وقتها الشيخ سلام حجازي. الشيخ سلام حجازي هو كان ابو المسرح الغنائي على فكرة. ظهر الشيخ سلام حجازي وبدأ يقدم الوان جديده من المسرح. الشيخ سلام حجازي اتولد في حي راس التين في اسكندريه، اللي هو في بحري. وطبعا حضرتك عارف ان بحري دي في اسكندريه بتعتبر قلب اسكندريه. فبدا الشيخ سلام حجازي يصنع مسرح جديدا. وحتى الشيخ سلام حجازي في الوقت ده طور من التخت كان دايما الغنى كان عباره عن تخت. طور من التخت ده، خلاه دخله مزجه بالحوار المسرحي، خلط ما بينه كده، عمل مزيج في النص المسرحي. فبقى الأغنية والتخت موجودين جوه ضمن مضمون النص المسرحي. وطبعا في الوقت ده كان اللي بيكتب النص المسرحي هو الشيخ سلام حجازي على فكرة. وكان هو اللي بيلحن كمان، وكان هو كان بيغني. وبعدين بعد كده دخل معاه الشيخ سيد درويش، وعملوا المسرح الغنائي وطوروا من المسرح السكندري، وكانت من هنا انطلاقة المسرح السكندري. نعم. يعني سلام حجازي والنشأة التي نشأها كان لها دور في الفن الذي أبدعه، لكن الثقافات التي استقاها سلام حجازي واستطاع أن يمزج بين هذه الثقافات والثقافة السكندرية. والله هو الشيخ سلام حجازي، هو طبعا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. هو المسرح السكندري او الشيخ سلام حجازي لما مزج الثقافات، هو مزج كل الثقافات اللي اثرت وكان دايما هم اليهود على فكره، هم اللي يعني اليهود هم اللي كانوا بيلعبوا دور الفن، هم واليونان.
هم اللي بيلعبوا دور الفن في اسكندريه. اليهود هم كانوا مصريين أكيد. كانوا مصريين. انا بتكلم على الثقافه. نعم. كان ليهم ثقافه خاصه نعم. في الفن. اليونانيين كمان كانوا في الحته دي، كان في الحته المسرحيه كانوا هم اللي بيعملوا في الوقت ده، هم اللي بيعملوا التياترو. التياتروهات كانت تياتروهات اغلبها كانت يونانيه يعني. كانوا اليونانيين هم القائمين، او هم على عاتقهم الثقافه المسرحيه. ما كانش بقى في الوقت ده، ما كانش مسرح بمعنى المسرح، كانت بتبقى سكتشات كده، سكتشات غنائيه. وطبعا الشيخ سلامة حجازي قدر يمزج ما بين هذه الثقافات ويطلعها في الشكل السكندري اللي هو المزيج او الميكس ما بين هذه الثقافات. يعني تتذكر نموذج لهذا الفن المسرحي او الغنائي الذي ابدعه سلامة حجازي؟ طبعا الشيخ سلامة حجازي، هو الشيخ سلامة حجازي بدأ او طور، او كانت التطوير في هذا الوقت كانت مسرحية مي وهوراس. والمسرحية دي كانت مسرحية عبارة عن مزيج ما بين عدة ثقافات. هو القوام الرئيسي بتاعها كان قوام إيطالي، وكان حتى الشيخ سلامة حجازي بيغني فيها غنى أوبرالي. وعلى فكرة الجماعة الإيطاليين لما أعجبوا بالحكاية دي عملوا له في نابولي تمثال الشيخ سلامة حجازي، من كتر إعجابهم بفنه ومن كتر ما هو يعني غنى غنى أوبرالي. وطبعا الغنى الأوبرالي ده هم أساتذة وأقوياء فيه جدا يعني. فلما أعجبوا بالشيخ سلامة حجازي عملوا له تمثال. مطرح ما ترسيله إلا مطرح ما ترسيله إلا ربك بيطير ويعدلها. مطرح ما ترسيله إلا مطرح ما ترسيله إلا مطرح ما ترسيله إلا ربك بيطير ويعدلها. مطرح ما ترسيله ياللي انت عايش متألم شايل هموم الدنيا دي، ده ربنا قالك سلم امورك للهادي. ياللي انت عايش متألم شايل هموم الدنيا دي، ده ربنا قالك سلم امورك للهادي. بضحك ويفرفش ويتكلم وانت الهموم واللي يشيلها. بضحك ويفرفش ويتكلم وانت الهموم واللي يشيلها. ربك بيطير ويعدلها. مطرح ما ترسله إلها مطرح ما ترسله إلها مطرح ما ترسله إلها ربك بيطير ويعدلها. استاذ ماجد عبده الكاتب المسرحي السكندري الاصل، يعني اسكندريه اشتهرت بالكثير من الاشياء الجميله والرائعه، لكن الى جانب هذه الاشياء الرائعه ظهرت رايا وسكينه واسطوره رايا وسكينه، وتناولها الكتاب بالكثير من الزوايا. صحيح. هي القصة الشهيرة أو الحدث الشهير بتاع رايا وسكينة ده، وموجود في المسرح. حصل عبرنا عنه في المسرح مثلا بمسرحية رايا وسكينة اللي عملها الفنان الرائع عبد المنعم مدبولي مع الفنانة شادية والفنانة سهير البابلي الفنان أحمد بدير في شكل كوميدي.
لكن احنا شفنا كمان افلام اتعملت رايا وسكينه بالشكل بالقصه الحقيقيه اللي اتعملت، وهي مش بعيده كتير عن الواقع. يعني المسرح عبر عنها بشكل جميل جدا، وقال فيها طقوس ما كانت مش موجوده فعلا